معاكم حلقة جديدة من برنامجنا المفضل Reflections by I Relate To. للناس اللي أول مرة تسمعنا، أنا لينا وانا نيرة. احنا 2 صحاب بنحب نتكلم في حاجات كتير عامة في الحياة، بس اكتر حاجة خلتنا connected ان احنا بنحب نجو ديب في حاجات personal وحاجات في الحياة وليها علاقة مثلا بالمنتل هيلث. ساعات ممكن نتساءل في الكون، يعني بندخل كتير جوه. فقررنا ان احنا بما اننا احنا 2 بنحب ده، فاعتقد في ناس تانية هتكون حابة ده، فقلنا نعمل البودكاست عشان نبقى بنتكلم مع بعض، نتكلم معاكم، بنشارككم حاجات في حياتنا، ويا ريت انتوا كمان تشاركونا. طيب النهارده قررنا ان احنا هنتكلم عن توبيك برضو مهم في الحياة، كلنا بنعاني منه تقريبا، وهو ان احنا دايما حاسين ان احنا متأخرين او دايما فايتنا حاجة. القطر فاتك، يعني بالزبط. فاتك زي ما بيقولوا، اللي هو قطر بقى الجواز، قطر الخلفة، قطر الشغل، قطر ان انت يبقى معاك فلوس كتير، قطر السفر، يعني في قطورة كتير، بيزنس وتنجح ان انت تبقى بيزنس مان، ان انت في حاجات كتير. حاسه ان هي بقت محطوطه لنا زي تارجتس. هي نفس التمبلتس بتاعه الريليشن شيبس اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، هي تمبلتس للحياه بقى، واحنا فاكرين ان احنا المفروض نبقى ماشيين عليها، او لو مش ماشيين عليها نبقى احنا كده فاشلين، متاخرين او في ديدلاين لحاجه، ما اعرفش مين اللي حاطه، بس في ديدلاين لحاجه. ايوه. فهل بقى نيرة القطر فاتني؟ والله يا لينا على حسب مين اللي بيسأل، يعني انت من منظور حد ما انت القطر فاتك، اوكي، بس من منظور الناس العاقله اللي بتفكر وبتحاول تفهم ليه احنا بنتحط اصلا في القوالب دي، لا احنا القطر ما فاتناش ولا اي حاجه، هي كلها بتبقى نوعا ما اقدار على سعي على حاجات كده كتير، فبتعمل لكل واحد سيناريو مختلف او ظروف مختلفه، وظروفه برضو بتفرق جدا معاه، فان هو ممكن يبقى فاكر ان هو متأخر في حاجة، بس هو متقدم في حاجة تانية خالص غيره، واحد في سنه بنفس كل حاجة مش واصل لها. يعني انا ممكن ابقى ماشية فعلا على التايم لاين بتاع الناس اللي هو حاطينه المجتمع في الاغلب، وانا فاكرة ان انا متأخرة، بس انا متقدمة في حاجة تانية. ما هو كده بقى هنروح لسؤال، انه حقيقة الاحساس هو ليه اصلا احساس بيجي انه القطر فاتك او ان في حاجة فاتتك؟ انا مقتنعة ان في حتة كور كده، ان هي الاجيال القديمة، ان هم كانوا معرفش برضو الموضوع بدأ منين، بس ان هم حاطين ميعاد لكل حاجة، انه انت لازم على ما ينفعش 30 تيجي وانت او انتي مش متجوز، ما ينفعش 30 او 35 يجي وانت مش مخلف، ما ينفعش ان 30 تيجي او اللي هو انت في عز التلاتينات، ده المفروض تكون في عز مجدك. ليه؟ ايه الحكمة يعني؟ وليه لازم الاقي حب حياتي في العشرينات بجد؟ وليه لازم ابقى ناجح في دراستي في الاواخر قبل العشرينات وفي العشرينات؟ طب ما انا ممكن عادي انجح بعدين، يعني انا مش لازم انجح دلوقتي على فكرة، مش لازم احقق كل حاجة دلوقتي. انا ممكن على فكرة اتجوز والدنيا ما تمشيش، والاقي بقى بجد حب حياتي في الاربعينات، خمسينات، ستينات. يعني ليه دايما في بجد حاسه انه يعني هم عانوا من ده، وهم غصب عنهم نقلوا لنا ده، بس معاناتهم عمرها ما هتبقى زينا، لاني انا حاسه ان الاوقات زمان طبعا لو في حد كبير بيسمعنا هيختلف، هاي ماما ماما وكله يعني كل جيل بيبقى حاسس انه حياته اصعب من الاجيال اللي قبله واللي بعده. بس في الواقع لا، هو الدنيا بتسوق اكتر ما هي ان هي الدنيا بتتحسن او كده. بتتحسن من جوانب معينه، بس في جوانب زي بساطه الحياه زمان ما كانش في حاجه بتكونسيوم وقت كتير جدا زي السوشيال ميديا والموبايلات والدنيا واللهوجه دي كلها ما كانتش موجوده. كان اخرك في المقارنه لما هتتقارني بجاركو، بابن خالتك، بمعرفش مين، لكن مش بتتقارني مع العالم كله. انت قدامك حرفيا. احنا دلوقتي كجيل
7 مليار بني ادم واكتر كمان، وصلنا تقريبا 8.5. احنا حرفيا بنتقارن بكل الناس دي. انتي يعني choose your pick بقى، انتي اختاري اي حد في العالم كده randomly وقارني نفسك بيه. فالبريشر بتاع ان انتي تقعدي تقارني نفسك ده هو متولد من الناس الكبيرة اللي هي دماغها اتعودت خلاص، او شافت ان النورمال انه الناس توصل لسن معين لازم تتجوز، الناس توصل لسن معين لازم تبقى داخل الجامعة معينة وهكذا. هم اتعودوا على الريتم ده، بس احنا كمان كبرناه اكتر بالمقارنات اللي على السوشيال ميديا. جدا جدا. انا حاسه برضو اللي هي الحته بتاعت انه تعالى اقول لك حل سريع عشان تبقى اغنى واحد في الدنيا، تعالى اقول لك حل سريع عشان تبقى تلاقي حب حياتك. يعني دي برضو حاجات احنا زودت عندنا حته ان احنا متاخرين على حاجه. احنا مشتتين جدا بشكل مش طبيعي، وصعب قوي ان انتي فعلا بقى الموضوع مجهد نفسيا وفكريا وكل حاجه، ان انتي تقعدي تفكري في المستقبل. من كتر ما المستقبل بقى متعدد عندك اوبشنز مش طبيعيه في كل اتجاه، سواء في بارتنرز. انتي دلوقتي عندك 500 واحد بيكمبيت على نفس الريليشن شيب، عندك كميه طرق تقدري تعملي بيها صداقات مختلفه، من سواء سوشيال ميديا سواء ابليكيشنز سواء معرفش ايه. احنا نفسنا كجيل بقينا اكسبوزد قوي لحاجات كتير قوي، فبقينا بنقدر نتعرض، دايما حاسين في حاجه ناقصانا، ودايما بنتعرض لحاجات جديده، مش بنلحق نقعد مع نفسنا ونفكر في اللي حصل معانا والحاجات دي. يعني رتم الحياه سريع قوي. ما انت عارفه ده بجد يوصلنا لنقطه انه كل حاجه بقت تارجتس، كل حاجه بقت تشيك ليست. ده حقيقي. خلصت كليه، او ناخدها من الاول، خلصت المدرسه صح، خلصت كليه صح، اشتغلت تمام، جبت عربيه تمام، لقيت حب حياتي تمام، اتجوزنا تمام، خلفنا تمام، دخلناهم المدرسه تمام. فاهمه انه بعد كده حاسه ان هي ما بقتش حياه. ايوه هي بقت تارجتس. انت كأن واحد شغال مطلوب منه ان هو يبيع 20 شقه. فاهمه؟ انت تخيلي ان انت دلوقتي مثلا الناس كلها بقت فاتحه بيزنس، والناس كلها بقت انتربرينور، والناس كلها بقت معرفش ايه. فانت دلوقتي حاسه بالبريشر بتاع انا لو أنا مش فاتحه البيزنس بتاعي وعندي دخل غير الدخل بتاعي اللي هو 5 ايام في الاسبوع ده، يبقى انا كده شخص فاشل. صح. وبصه برضو من ناحيه ان احنا عامه انا شايفه انه الناس اللي عايشه في المدن والحاجات اللي زي كده، مثلا الجواز بيبقى متاخر شويه عن القرى والحاجات اللي زي كده، بس انتي دايما برضو بتقارني انه ايه ده، انا مثلا شخصيا داخله على 28. طب انا 28 ولسه ما اتجوزتش، طب قدامي 500 واحد متجوز، يعني غصب عنك، غصب عني، مش غصب عني انا حتى، بس يعني حتى اهلي نفسهم بيحسوا ان انت وارد جدا ان هم يقلقوا، اللي هو ايه ده، طب انت ايه بقى هتفضلي قاعده معانا كتير؟ نفس الكلام ان انت يعني تبقي متجوزه مثلا وما تخلفيش، او تخلفي على طول، فتحسي انك انت مش قادره تشتغلي على شغلك على شغلك وتشتغلي على مستقبلك، او لسه ما عشتيش حياتك، او لسه ما سافرتيش، او لسه فهي دايما هتلاقي حد بيقولك لا ان انت متاخره. ما هو غالبا على فكره الموضوع ده بيبقى جاي من ضغط منك انت لنفسك، او ضغط مجتمعي، ان المجتمع كله عايز انه يحطك في الاطار بتاع انه ازاي وصلتي السن ده ولسه ما حققتيش ده، او ضغط اللي حواليكي غصب عنهم ان هم خايفين ان انت تكوني بتمس اوت، او ان انت ما لحقتيش حاجه. مع انه بجد احنا لو ركزنا اكتر في ان انا اعيش كل فتره، وسبحان الله هي في حاجات انت حتى ممكن انت ما تبقيش مرتبه لها وبتحصل. فانا لو انا هفضل مركز ان انا حققت ده ولا ما حققتوش، حاسه انا بجد مش بعيش. انا العمر بيجري مني، فجأة اتفاجئ ان انا بقى عندي 30-40 سنة وانا مش واخد بالي وما عشتهمش، عشان انا كان كل هدفي ان انا عايز احقق حاجة. عارفة يمكن اكتر علاج للموضوع ده بحس ان انا بشتغل فيه على نفسي، لما احس باي قلق باتجاه المستقبل، او ان انا متأخرة، او ان انا كان المفروض ابقى واصلة لحاجات معينة في المرحلة دي من حياتي، ان انا سلمي للدنيا، لان انتي بصي بس دي فيها
جانب تاني، ان انت عارفه ان انت عملتي اللي عليكي، ان انت سعيتي في الحاجه. انا لسه كنت هقولك انت لو مش حاسه انك عملتي اللي عليكي مش هتعرفي لا يعني لازم تبقي فعلا سعيتي للحاجه. يعني انا مثلا ما اقفلش على نفسي خالص موضوع الجواز وافتكر ان الدنيا هتجيبهولي كده من السما واقول لا خلاص انا كده هتجوز في السن اللي المفروض انا هبقى عايزه اتجوز فيه. أيوة. بس ما احطش لنفسي ديدلاين. يعني انا مش، استغفر الله العظيم، انا مش حاطه لربنا ديدلاين وبقول له انا في السن كذا انا هعمل كذا وفي سن كذا انا هوصل لكذا. لا عادي، بس انتي بتسعي وبتعملي اللي عليكي. انتي مثلا اتخرجتي اهو وعندك وقت وعندك فراغ ان انت تشتغلي على نفسك او تشتغلي او تركزي في شغلك، لا اعملي ده. والله جالك فرصه وواحد جه تقدم لك وانت مبسوطه معاه وحاسه ان حياتك هتبقى جميله مع الشخص ده، ابداي ادخلي في حياتك وركزي في حياتك معاه. جيتي بعد كده اتجوزتوا، حصل نصيب وخلفتي على طول، ده نصيبك. هي الفكره ان انت تسلمي وفعلا تقبلي فكره ان انتي مش ان كنترول بكل حاجه بتحصل في حياتك. صح. هو على فكره هو معنى يعني عايزه، مش معنى عايزه ازود حاجه برضو على اللي انتي بتقوليه. هو فكره انه انتي من كتر ما مسيطر عليكي حته ان انتي عايزه تحققي حاجات معينه ومش مسلمه الموضوع او ان انتي عارفه انك عملتي اللي عليكي. ساعات ممكن مثلا ابقى وصلت لحاجات في حياتي وانا عارفه ان انا وصلت لهم بس ستيل حاسه ان انا متاخره. طب ما انا وصلت. يعني مثلا انا عملت انجازات، الحمد لله ربنا كرمني مثلا واشتريت شقه، بس شقه صغيره. صح. ليه مش بصه؟ يعني انا عارفه ان انا اشتريت شقه وان انا اشتريتها بفلوسي وان انا تعبت عشان اوصل لها، بس ستيل حاسه في حاجه متاخره. بس ده حلم حد تاني ممكن يبقى هو حاسس بالزبط. ان انا فيني وفين على ما اوصل للحلم وهي خطوه. يعني انا نفسي اكيد في قصر ومش عارف ايه، بس ما هي خطوه، انا خدت خطوه. فليه ما افرحش بالخطوه وان شاء الله هوصل للي بعدها. صح. عارفه كمان بحس ايه، ان احنا احيانا بنركز في فكره ان انا عايزه احقق كل الاتجاهات في نفس الوقت. صح. انا عايزه احقق حياتي العاطفيه انجح فيها، وحياتي الشغل انجح فيها، والعيله انجح فيها، والصحاب والفلوس وكل حاجه، والسفر وكل حاجه. عايزه اعمل كل حاجه في كل حاجه مع ان بجد عشان كده يمكن الوقت فعلا اكتر ريسورس مهم جدا احنا عندنا منه بيزيد. انا حاسه ان هو بيزيد كل ما بتكبري. يعني بيبقى عندك فراغ او عندك امكانيه ان انت تشتغلي، بس الكواليتي بتاعت الوقت بتاعك بتقل كل ما بتكبري. فانت كل ما هتشتغلي على نفسك في الفتره الاولانيه اللي هي فتره سن اللي هو المراهقه والجامعه، وبعد كده الفتره كمان اللي هي بتاعت بدايه الثلاثينات وهكذا، حاسه ان كل ما هتاخدي ثمار الوقت ده. بس مش تبقي مشتته نفسك في كل الاتجاهات. انتي هتلاقي وقت للشغل وهتلاقي وقت للبيت، هي بتبقى اولويات وانتي بتشتغلي عليها. والله اللي هتركزي عليه هتلاقي فيه نتائج اكتر من الحاجات التانية. طب انا هسألك سؤال، هو مش يمكن احنا اللي كده، انا وانتي؟ اكيد. يعني قصدي اكيد في ناس مختلفة. مش يمكن ان في ناس هي مش مشتته نفسها، هي عاديه وهو تارجت واحد وبتحاول توصل له وخلاص. يعني مش ممكن احساس التارجتس ده مش حاجه كومن؟ لا بس انا بحس ان انا ببقى مركزه في كل حاجه. ببقى ايوه، ما ده اللي انا أيوة. اصلا ايوه، بس في ناس ممكن يعني ممكن انا وانتي اللي بندور انه حياتنا من ناحيه الفلوس تبقى كويسه، استقرار، من ناحيه الاسر تبقى كويسه والعيله وان ميبقاش فيه مشاكل، من ناحيه ان يبقى في شخص في حياتنا وكويسين معاه، من ناحيه ان احنا نحقق برضو نجاحنا في الشغل. حاسه ان مش شرط ان كل الناس على فكره تبقى كده. اكيد طبعا. ايوه، في ناس بتقولك مثلا انا مش فاضي، انا مش هرتبط دلوقتي، انا كل اهتمامي بالكارير بتاعي. ونفس الكلام هتلاقي واحده بتقولك لا انا هسيب الشغل عشان اركز مع بيتي وعيالي وكده. فانا مش بقول ان ده صح وده مش صح او احنا الصح، فاهمه؟ انا بقول انه انا مش شرط انجح في كل الاتجاهات، بالعكس ده بريشر احنا حاطينه مش واقعي.
لان صاحب بالين كدام احنا بنقولها حتى في الامثال، يعني اللي هو انت لو انت مركزه في كل حاجه انت هتلاقي نفسك متاخره في كل حاجه. صح. لكن لو انا مركزه ان انا دلوقتي مفيش حد في حياتي، فانا هركز على شغلي وهركز على نفسي وهشتغل على نفسي وما اعرفش ايه، هنجح في الحته دي. صح. على ما ربنا بقى يهيئني لان انا اقابل الشخص اللي هبني بيه معاه بيتي او ايا كان، هلاقي نفسي مستعده. يعني ايه زي ما بيقول تطور الحاجه الساعه، التطور الطبيعي للحاجه الساعه، انا هلاقي نفسي مستعده لما هتحط في الموقف ده. بس ده بسبب ان انا واثقه في التايم لاين بتاع ربنا، انا واثقه انا عملت اللي عليا خلاص في كل حاجه جت قدامي، ومستنيه القدر ياخدني بقى لايا كان. لان في حاجات كتير قوي انت بتبقي فاكره انت مش هتشتغلي عليها ومش محتاجاها، تلاقي نفسك ربنا بياخدك للسكك دي. فاهمه؟ يعني انا اعرف ناس من صحابي هم عاملين حسابهم ان هم مش هيشتغلوا اصلا، هم مش انترستد في كده، والعكس. وناس تانية تقولك لا انا هشتغل كويس قوي وتتجوز واحد مثلا مقتدر ومستريح ماديا، يقولها لا ما تشتغليش، وهي تبقى موافقه ان هي خلاص مش عايزه تشتغل، واتبهدلت وبتاع في الشغل، وتحس ان هو لا تمام انا وبعد كده تيجي تتكلمي معاها اصلا في الموضوع تقولك ايه ده، انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اتحط في موقف ان انا ابقى ربة بيت مثلا او ايا كان وابقى مبسوطه، والعكس، او ان انا اشتغل وابقى مبسوطه. لا يعني فهي فعلا هي تراست بروسيس. فاهمه؟ يعني انت ممكن عادي تبقي ماشيه في سكه تلاقي نفسك اتخذتي في سكه تانية خالص، بس طول ما انت بتعملي اللي عليكي خلاص انت ما تركزيش بقى في اللي بيقولك انت اتاخرتي. يعني كام مره اتحطينا في مواقف ان انت تروحي فرح ولا كاتب كتاب ولا حنه ولا ايا كان، وتقابلي حد انت اصلا مش عارفاه، حد من عيلتك، ويقول انت كبرتي قوي وبتاع، عندك بقى كام سنه، فتقولي له مثلا كذا، يقول لك اتجوزتي ولا طب في، وبعد كده تتجوزي، النونو جاي امتى؟ أيوة. طب انا عندي مشكله دي انه بجد انا ما فيش مره بقابل اي حد في سن مثلا ماما او كده، اذا كان بقى من قرايبنا او مثلا ماما صاحبتي او كده، الا لما بيتقال لي جمله خلفتي ولا لسه؟ هو في ديدلاين؟ قولوا لي طيب بجد هو في ديدلاين؟ هو احنا بيولوجيكلي عندنا ديدلاين، بس مش انت اللي هتقولي لي صح ان انا متاخره ولا لا. ما انا ممكن عادي الوقت بتاعي يخلص بكره، يعني عادي جدا يعني، وممكن ما الحقش اصلا اعمل اي حاجه، وممكن واحد يبقى صغير بس ربنا مبارك له في وقته وتلاقيه عمل انجازات وعمل حاجات، بس مش لازم اقارن نفسي بيه واقول اصل طالما هو وصل للكلام ده يبقى انا كمان لازم اوصل. على فكره هقول لك حاجه، هو يعني هو ممكن وصل لده تاني، نفس اللي اتكلمنا فيه قبل كده، انه هو ممكن وصل لده في ده، بس هو مش وصل لحاجه تانية انا وصل لها. وممكن يكون على فكره هو واصل ل 3 4 5 حاجات بس هو مش مبسوط على فكره. ممكن، او مش او زي ما بقولك، ما هي برضو دي نعمه سبحان الله، ان انت تبقي عايشه الحاجه، لا غير انك راضيه كده راضيه، بس عايشه الحاجه feeling the moment، ان انت ما تحسيش ان انت العمر بيجري منك وانت مش حاسه. دي حوار اللي هو زي فكره برضو انه اهالينا لما بيحسوا ان احنا فجاه كبرنا، هم بيحسوا ان احنا فجاه كبرنا عشان في ستيجز هم ما لحقوش يقضوها معانا. صح، هم كانوا فتره الجامعه احنا دايما بره، احنا دايما وهم بيحاولوا يجيبوا لنا فلوس ويوفروا لنا الاكل والبيت والكلام ده كله، فهم ممكن برضو بيمس اوت ان هم يعيشوا معانا لحظات معينه تحسسهم بالبروسس، فما يتفاجئوش ان احنا فجاه كبرنا. هم ممكن اكتر مراحل بيبقوا هم فاكرينها مراحل اللي هو وهو لسه البيبي بيتكلم قبل المدرسه كمان، خدي بالك لما بيبقى لسه بيتكلم، اول ماشيه، اول زحفه، اول بابا، اول ماما. ليه؟ عشان دي حاجات هم حسوها قوي، هم انفولفد قوي معانا، هم معانا على طول. لكن وانس ان انت بقيتي عارفه تذاكري لوحدك، عارفه تنزلي تروحي المدرسه لوحدك، عارفه تاكلي وتشربي لوحدك، هتلاقي ان هم ما بيبقوش مركزين قوي معانا، بيبقوا مركزين اكتر في ان هم يدبروا لنا الفلوس. وطبعا ده غصب عنهم عشان الحياه صعبه، بالظبط، لان الحياه صعبه طبعا وبتلهي جامد برضو، انا فاهمه ده. بس قصدي انه ساعات بينسوا ان هم يقعدوا معانا، عشان كده في اهالي كتير ما بيبقوش عارفين ولادهم في سنه كام. لا واحنا اللي بننسى كمان نقعد معاهم. احنا بننسى ان احنا زي ما احنا بنكبر هم كمان بيكبروا، صح. واحنا بنضيع في وقتنا ووقتهم اللي هو يعني
هي دي فرصتنا. عارفه بخاف قوي من وانا كمان والله. هقولك حاجه قبل كده، الموضوع ده كان يعني انا كنت بفكر فيه، انه حتى كنت بقولها للناس كتير، هو مش فكره انه حد يتوفى او ان هو ما يبقاش ما في حياتك anymore، انتي هتتشغلي. هي فكره انه يمكن حاجه تحصل ما يبقاش في حياتك عامه، فما تيجي نعيش الوقت ده، ما تيجي نحس الوقت، ما تيجي يعني على فكره بجد انا بكره، واي حد من صحابي يعرف ده، وانا بقول له الكلام ده في وشه ماشي حوار ان احنا نبقى قاعدين مع بعض ماسكين موبايلات. انا بكره الموضوع ده. اصل حبيبتي معلش، ما موبايلك معاكي في الطريق، في البيت، في الشغل معاكي، بس احنا قاعدين مع بعض، ما تيجي نحس اللحظه، ما تيجي نحس ان انا وانتي عندنا دلوقتي 27 28 سنه قاعدين مع بعض في مكان فلاني الساعه كذا، الجو حلو، في هوا حلو، في حد عدى حاطط برفيوم ريحته حلو، نعيش اللحظه. لان بجد لو فضلنا بالريتم ده، هاجي في يوم مثلا let's say عندي 35 40 سنه وانا وانتي ما بقيناش قوي عارفين نبقى مع بعض او نتقابل، او انا حتى في بلد وانتي في بلد او whatever، وهحس انه انا كان عندي وقت اكتر اقضيه معاكي وما استغلتهوش. ما استغلتهوش. لا عارفه، يمكن اكتر حاجه غريبه بس فعلا تخليكي محتاجه ان انت تفكري في الموضوع، ان احنا لحد مثلا الجامعه، او قولي لحد المدرسه، لحد ثانويه عامه، احنا كلنا بنبقى في نفس ماشيين بنفس الريتم نوعا ما كتير قوي. صح. في الاغلب بنبقى ملهيين بالمدرسه، دروس، ما اعرفش ايه، مفيش اكشن كتير. يوم الخميس بنخرج بالظبط، يوم العيله، يوم ما اعرفش ايه، نفس السيستم. صح. لكن اول ما بنيجي ندخل الجامعه خلاص كل واحد حياته كلها بتختلف تماما، فغصب عنك لازم تقارني نفسك بشله صحابك، بالناس اللي انت بتقعدي معاها، بالناس اللي انت بتتفرجي عليها على السوشيال ميديا، فتحسي ان البريشر بيزيد يعني دراماتيكلي اول ما بتدخلي فتره اللي هي 21 والحاجات دي لحد اواخر الثلاثينات، ويمكن تدخلي كمان في الثلاثينات، لان الظروف بتختلف. كل واحد بيمر بظروف معينه، ممكن تاخره، ممكن تسرع له الدنيا. على فكره ممكن واحد يبقى انت قدر استيعابك اصلا، وممكن واحد اصلا فعلا يبقى عنده ما يهيئ له ان هو يسرع مثلا في جزء الشغل، عنده الفلوس انه يعمل بيه او فاميلي بزنس مثلا، او عنده اب وام سبورتيف قوي، فمركزين في مستقبله فيسفروه مثلا يدرس يكمل بره. حد تاني ممكن يبقى هو اوريدي بيحب حد، فهو تقدم في الحته بتاعه الجواز مثلا، التايم لاين بيبدأ يتفرق جامد قوي في الفترة اللي هي كريتيكال جدا في حياتنا، اللي هي فترة العشرينات والثلاثينات بتوعنا. وفي نفس الوقت ما عندناش وقت نفكر، يعني ما عندناش وقت نقعد ونركز ونقول طب انا ليه متأخر في حتة الجواز، طب انا ليه متأخر في حتة الشغل، طب انا ليه مش بترقى، طب انا ليه مش بعمل كده. حاسه محتاج كل واحد يقعد كده مع نفسه، يرتب اولوياته ويشوف هو فعلا بيدور على ايه. ممكن واحده تقولك انا عندي بيولوجيكال كلوك، محتاجه ان انا اتجوز فعلا في سن معين، وات سام بوينت انا مش عايزه يبقى فيه، يعني انا كان في دماغي مثلا وانا صغيره، ما اعرفش ازاي، ما تقوليش ايه اللوجيك في الموضوع، بس انا ما كنتش عايزه ابقى من الناس اللي بتتجوز بدري، يعني ما كنتش عايزه اتجوز بدري، بس كنت عايزه اخلف بدري عشان ما يبقاش الجاب ما بيني وما بين ولادي كبير. عشان ابقى فاهماهم ومعاهم وبتاع. ايوه قولي لي الاثنين هيمشوا ازاي، بس والله العظيم بس انا كنت مقتنعه بده جدا لحد اخر الجامعه تقريبا، والله مش بهزر، مش وانا صغيره حتى. فاللي هو لا، انا مقتنعه ان انا مثلا هتجوز 27 مثلا 28 في الرينج ده. طيب هخلف امتى بقى؟ لا هخلف 23 عشان 23 يعني ما اعرفش ازاي هي حرفيا كانت جايه معايا ان انا اكيد هخلف بدري بس هتجوز متاخر شويه. ما اعرفش ازاي، لسه ما اخترعوهاش اللي انت عايزاه ده، لسه ما اخترعوش. يا رب ما يخترعوه بس يعني. بس هو ده اللي كان في بالي. فحاسه اللي هو لا عادي، طب انا دلوقتي شغلي كويس جدا الحمد لله، وانا عندي صحابي، ويعني I have my people، ومش حاسه ان انا ناقصني حاجه في الحته دي. خلاص لما هموف اون من الحته دي واركز في حته تانية يعني هتتطور معايا، فاهمه؟ بس في حاجات
كتير ممكن نبقى نتكلم فيها في النقطة دي بالذات. نقطة انا حاسه حاجه كده هنعمل يعني احنا هنعمل جزء تاني هنتكلم فيه مثلا على البريشرز المحطوطة على الولاد وعلى البنات. هو عامه دي حاجه انا كنت عايزه اقولها لك برضو، خدي بالك انه دي تقريبا حاجه من الحاجات الواضحه قوي اللي ما فيهاش تفرقه بنت وولد. ايوه صح. وما فيهاش تفرقه سن. هو في ضغط هيحصل ايا كان انت عندك كام سنه، ايا كان انت بنت ولا ولد، ايا كان انت بيضه ولا سمراء، اي صح. هي دي الحاجه الوحيده اللي بجد، او ممكن يكون في غيرها يعني، بس قصدي من القلائل اللي بجد ما فيش حد بيتميز فيها. انت لو حققتي كل حاجه، هيلاقوا لك حاجه يقولوا لك انت في حاجه محققتها. انت ممكن او اصلا انت بينك وبين نفسك تقولي انا في حاجه لسه. انت ممكن اصلا تتجوزي ويبقى البريشر عليكم انتوا الاثنين، فاهمه يعني، هو بيجتمع عليكم انتوا الاثنين. فهي الموضوع فعلا يعني ولد بجد بيبقى يعني محطوط في الوقت ده محطوط في اطار انه انت لسه ما اشتغلتش، انت لسه ما جبتش شقه، انت لسه ما حوشتش ما حوشتش فلوس الجواز، انت لسه ما اتجوزتش، وبعد كده برضه شكل الفرح يبقى عامل ازاي وانت كده بتقلل منها، والشبكه والمش عارف ايه والايه. فبرضه الولاد تتحط في سيتويشنز، وهو بعد كده هو بقى اللي بيحط نفسه فيه ان هو حاسس ان هو مسؤول مضغوط عن بيت، مسؤول بعد كده عن اطفال، مسؤول عن مصاريف، مسؤول انه يعني، ولو هو كمان انسان كويس بيبقى حاسس دايما بضغطه انه هو مقصر مع انه عادي، مع انه ممكن يبقى تمام، بس هو دايما حاسس ان في حاجه ممكن يعملها اكتر. الناس المسؤوله منه دي تستاهل حاجه اكتر، فاهمه؟ فلا بجد الموضوع يعني عميق عميق قوي. حاسه احنا ممكن نشوف حد من صحابنا يجي معانا في الجزء الثاني من الحلقه، يعني اللي انترستد في الموضوع ده يا ريت يكلمنا يعني ويقول لنا. لو اي حد فعلا من صحابنا حاسس ان هو يعني عايز يتكلم في التوبيك ده، حياته تنفع تتطبق على حاجه كده، والناس ممكن لو سمعتها فعلا تتعلم منها، يعني قولوا لنا. مش لازم تتعلمي، ما تطوريش الموضوع، احنا كلنا صغيرين يعني بس يعني اللي هو تفتح دماغنا على حاجات معينه، او عنده مثلا وجهه نظر معارضه يعني. انا عايزه اسالك سؤال قبل ما نقفل الحلقه. انت كنيره ايه الحاجه اللي انت دايما ضاغطه نفسك ان انت لسه ما وصلتلهاش؟ السفر لان انا هل بتكمبيري يعني، هل بتشوفي ناس على السوشيال ميديا بتسافر وبتبقي حاسه انه انا لسه ما عملتش اللي عليا كفايه؟ طب انا عايزه اقول لك فعلا لان زمان فعلا كنت حاطه نفسي في خانه انا متاخره، انا لازم اسافر وانا صغيره وانا ولوحدي واعمل كذا وكذا وكذا، لدرجه ان انا مثلا ماما كانت تقول لي ايه، طب يا بنتي لما عارفه انت بقى الجمله بتاعت لما تتجوزي بيسافري اقولها لا انا عايزه اسافر لوحدي. انت ليه عايزه تسافري مع حد؟ انا عايزه اسافر لوحدي. تقولي يا ستي طب اتجوزي وبيخليه يسافرك لوحدك. الموضوع كان بالنسبه لي انه لا انا مش عايزه اشير الحاجه دي مع حد معين مثلا او كده، او ابقى مستنياه ان هو يجي عشان انا اعمل الحاجه اللي انا عايزاها. فكان في حاله من قله الصبر اللي مخلياني متضايقه من كل حاجه، وقنطه على الحياه، وقنطه على نفسي، وقنطه على الظروف، وعلى ماما وبابا وكلهم اللي مش راضيين يخلوني اسافر او بجد. فكنت فعلا حاسه بنوع almost غضب من الظروف اللي مش سامحالي ان انا اعمل الحاجه اللي انا عايزاها. طب انا دلوقتي برضو ولا مقطعه السفر ولا اي حاجه، بس انا حاسه المنتاليتي بتاعتي بقت خلاص انه لما يجي وقتها هي هتيجي. بتسعي وسايباها يعني انت لما يجي وقتها هي هتيجي. انا بعمل حاجات تانية. ايوه صح. فخلاص انا مش لازم افوكس على الحاجه الوحيده اللي ناقصاني، او اكيد عندي حاجات نواقص تانية، بس مش هي دي الحاجه انا اللي قررت ان هي تبقى حاجه ناقصه كبيره قوي كده في حياتي واديتها الحيز ده. بس بسبب ده كان مخليني فعلا مش مبسوطه من اي حاجه تانية. يعني مش مبسوطه من اي انجاز تاني غير اللي ناقصني ده. فلا يعني بقيت احاول اشتغل على فكره انه عادي، انا كنت مقرره مثلا اسافر السنه دي وما حصلتش، خلاص ما فيش مشكله، السنه الجايه ان شاء الله. نفس الكلام لو كنت حاطه على نفسي بريشر بتاع، يعني في مرحله برضو كان مضغوط عليا في حته الجواز والحاجات دي. الحمد لله اتشالت تقريبا يأسوا مني ولا ايه؟ يا طنط ازيك يا ماما. فهي تقريبا يأسوا مني ولا ايه، بس حرفيا كنت برضه لما
كتر الكلام اللي سمعته على ان انت لو ما فقتيش على اي حد وخلاص انت هتبقي مش انه كان بيتقال لي دايركت ان انت لازم توافقي على حد وخلاص او ان انا هتغصب، بس فكره احساس ان هو طب ما هو ده كويس انت ليه مش قابلاه؟ أيوة. وده كويس انت ليه مش قابلاه؟ ما انت كده بتتبطري بتقللي عن نعمه. فرصك. أيوة. يعني بتقولي لاي حد وخلاص. لا صح. لا هي مش كده، هي لما هيجي وقتها ولما هيجي الشخص المناسب هتحصل. طالما انت مش قافله الموضوع، يعني انت بتعرفي الشخص، يعني خلاص هي تيجي في وقتها فعلا. فيعني الواحد فعلا محتاج ان هو الحاجات اللي هو قادر يغيرها يغيرها، بس الحاجات اللي هو مش قادر يغيرها ما يحملش نفسه فوق طاقتها انه انت لازم تعيش العيشه دي عشان تبقى مبسوط. لا مش لازم، انت هتعمل اللي عليك والدنيا هتوصلك للي انت المكان بالظبط اللي انت المفروض تبقى موجود فيه وقتها. فاهمه؟ يعني في حاجات كتير قوي حصلت معايا في حياتي حاسه ان هي يا ريتها ما حصلت، بس ما يفكر فيها فعلا واقعد مع نفسي قاعده كده وافكر هي وصلتني لايه. صح. أيوة. هي بجد وصلتني لكل حاجه انا كنت يمكن احسن من اللي انا كنت عايزه اوصل له. فما فيش تمبلت معينه انا محتاجه اوصل لها او جول معين انا محتاجه اوصل له. في جولز محتاجه ان انا احطها لنفسي وابقى بشتغل على نفسي ان انا اعملها. كان مثلا البودكاست دي كانت من الحاجات اللي فعلا الشخص زي بيأجل ويتهرب ويعمل، كان مهم ان انا احطها كجول، اساتت از جول ان انا لازم at some point اخد actions. أيوة. فاهمه؟ بس مش ان انا اوصل. انا هعمل الحاجه وهي بقى والوصول ده عند ربنا. أيوة. لا انا بالنسبه لي هو في حاجات كتير بصراحه انا ببريشر نفسي بيها للاسف، بس هقولك اغرب حاجه ان انا بدوس على نفسي ان انا ابقى كويسه mentally physically اوكي ابقى كويسه. يعني هو انت هتفضلي متضايقه، يلا يا لينا اهدي، يلا يا لينا اتبسطي بيومك، يلا يا لينا كفايه انكزايتي، يلا يا لينا فاهمه؟ بجد بضغط نفسي، ايدي مثلا وجعاني، لا يلا بقى خلاص دراعك لازم يخف بسرعه. هعمل ايه يا فاهم؟ هعمل ايه؟ ما لو في دواء او حاجه هاخده يا فاهم؟ حتى اكسبكتيشنز مش طبيعيه لان الحياه لازم تبقى سعيده على طول. بالظبط. انا لازم ابقى تمام. خلاص بقى هو ده الوقت اللي لازم اتبسط فيه وابقى كويسه فيه، يلا فاهم؟ اللي هو يعني اعمل ايه؟ في حاجات خارج ارادتي اصلا يعني. بس لا، اللي هو انت هتفضلي متضايقه اتبسطي، انت هتفضلي مضغوطه فكي كده، انت هتفضلي بتخرجيش اخرجي، انت هتفضلي نايمه اصحي. فبحط نفسي في ضغوطات مستريحه في ايه، يلا نقلب. ايوه بجد يعني بجد صعبه قوي ان انا ادي نفسي فرصه انه ما تكتئبي، ما تزعلي، ما تنتخي، ما whatever. فدي اغرب حاجه تقريبا بضغط نفسي بيها يعني. بس حاسه ان لسه الموضوع لسه فيه تفاصيل كتير اكتر من كده، فان شاء الله هنبقى نكمله في to be continued. yes. شكرا لاي حد بيسمعنا، ولو انتوا شاركونا رايكم لو سمحتوا، ولو حد عايز يقول لنا topics يقول لنا، ولو حد عايز يجي معانا يقول لنا. لو عندكم وجهة نظر مختلفة، يمكن زاوية مختلفة لموضوع الضغط اللي احنا بنحطه على نفسنا او بنحطه على الناس اللي حوالينا، احنا شخصيا ممكن نحط ضغوطات على بابايا، على مامتي، على كده. يا ريت تقولوا لنا وتفتحوا دماغنا كده يعني زوايا احنا مختلفة. بنحب النقاشات، كلمونا ناقشونا واتخانقوا معانا وقولوا لنا لا احنا شايفينك كده يعني. بس انتظرونا في حلقة جديدة ان شاء الله. ان شاء الله. باي.